بقالنا مدة بنسمع عن إنه النادي الأهلي بيجيب فلوسه منين عشان يجيب الصفقات دي كلها والتدعيمات اللي هو بيقوي بيها الفريق عشان كأس العالم للأندية، وإشاعات كتير قوي بنسمعها هي فعلا إشاعات. لحد امبارح لما محمد بن رمضان نادي المجري بتاعه أعلن إنه خلاص انضم للنادي الأهلي وإن الصفقة تمت وابتدت المواقع كلها تكتب عن الموضوع ده. فظهر لنا شوية ناس برضو من اللي بيطلعوا الإشاعات دي قال لك ده محمد بن رمضان جه الاهلي ب 8 مليون يورو او ب 10 مليون يورو. الفلوس دي كلها منين؟ اذا كان الاهلي اصلا رايح كاس العالم انديه، الفيفا هتصرف للانديه المشاركه مبدئيا كده. النادي الاهلي هيوصله 9 مليون ونص يورو، 9 مليون ونص يورو علشان يجهز نفسه للبطوله، او هو مشاركته بس في الدور التمهيدي هياخد المبلغ ده، وبعد كده بقى هيتحسب له فلوس زياده لو كسب او تعادل على حسب مشواره في هذه البطوله. ده جزء كده مبدئي. طب 10 مليون يورو للعيب واحد بس هنجيبه محمد بن رمضان، يعني ليه؟ طيب، في مواقع رسمية أعلنت الحقيقي بقى، الأرقام الحقيقية إيه هي؟ موقع سوبر سكور قال إنه مليون 950 أو 2 مليون يورو، ونفس الكلام ترانسفير ماركت. الحاجات دي هتظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي، وده أكبر دليل إن كل الحاجات اللي أنتوا هتسمعوها ممكن تكون في الغالب غلط. مفيش الارقام دي بتدفع في لعيبه. الاهلي لو يقدر يدفع في لعيب زي محمد بن رمضان 10 مليون يورو عشان يكمل الصفقه، كان جاب كوتيسا اللي هو بقى لنا سنه عمالين نتفاوض معاه، كان جاب قبل كده موليكا اللي كان عايزين يخلصوه باربعه او 5 مليون النادي التركي، وبرضه ما جبناهوش عشان كان في مغالاه في الصفقه. يعني لو نقدر ندفع المبالغ دي ونقدر نجيبها كنا جبنا اللعيبه دي من بدري.